الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لا عطر بعد عروس، وإذا حضر الماء بطل التيمم. لكن الواحد يفرح أن يتكلم أمام مشايخه، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. سبحان الله، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا التي أراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه حارثة بن النعمان صحابي المعروف، رآه يقرأ في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قص هذه الرؤيا على عائشة فقال كذلك البر كذلك البر. الملفت في الانتباه في هذه القصة أن الجنة نعيم، ليست دار تكليف وليس فيها من العبادات. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رآه يقرأ، فيقول بعض العلماء أن قراءة القرآن من النعيم، والله الذي